لو انت بتستخدم فيجما علشان تعمل تصميمات بس فانت فايتك كتير، لان فيجما اعلنت عن حاجات كتيره جدا، منها ان انت تقدر دلوقتي تعمل موقع كامل وتنشره، وتقدر ان انت تحول التصميم بتاعك لكود وتاخده كوبي بيست. ولكن لو انت مركزتش في الفيديو ده هتتخدع زي اغلب الناس ما اتخدعت في الايفون 16 برو وراحت اشتريته، بعد كده لقيت ان في حاجات كتيره ابل وعدت بيها ما حصلتش. فعلشان ما تقعش في الفخ ده، تعال نتكلم عن كل الفيتشرز اللي موجوده فعلا، والحاجات اللي هم وعدوها بس مش مضمون هتكون موجودة ولا لأ، لأن احنا لسه ما اختبرناهاش. لو انت مصمم سواء بتعمل ابلكيشنز او ويب سايتس او حتى بتستخدم بس الفيتشر بتاعت البرزنتيشن على فيجما، فاكيد سمعت عن المؤتمر اللي فيجما لسه عاملاه، واللي اعلنت فيه عن شوية فيتشرز اقل حاجة تتقال عنهم ان هم مبهرين. اول واهم فيتشر بالنسبة لي هي فيجما ميك، وبصراحة لما شفتها حصلت اللحظة اللي ما بتحصلش كتير بتاعت هو ده اللي أنا كنت بدور عليه، هو ده اللي أنا مستنيه. لكن في مشكلة كبيرة، بس خليني أشرح لك الأداة الأول علشان تعرف المشكلة دي جاية منين. فيجما ميك زي ما فيجما وعدت هي أداة بتعمل وبتاخد أي كومبوننت أنت عامله على فيجما، اللي هو الديزاين بس عبارة عن لايرز وشيبس، وإن أنت بكليك واحدة بس تعرف تطلع منه كود. الكود ده بيشرح الفانكشناليتي وبيخلي الإليمنت والكومبوننت ده انتراكتيف. وده مش مجرد فكرة ان انا هعمل كود او هطلع حاجة سهل ان هي تتجاب، مش محتاج ان انا اشرح فانكشناليتي للتول دي. المفروض على حسب اللي هم قالوه ان انت بتعمل الديزاين بس وهو بيحوله لكود. وهنا في حاجة اغلب الناس فوتتها، وهو استخدام الاي اي، ودي فعلا الحتة المبهرة. بس عشان تفهم قصدي محتاج اشرح لك حاجة الاول. المشكلة الاكبر في ان انا اعمل انتراكشن او ان انا اعمل عامة اي حاجه ليها علاقه بمجال الديفلوبمنت بتاعنا هي حته الانجينيرنج بيهايند ات والداتا اركيتكتشر. فكره ان انا اعمل لوجيك لكومبوننت ده اهم بكتير من شكله، وهو ده اللي بيخلي ان الديفلوبرز في اغلب الحالات اهميتهم اعلى، عددهم بيبقى اكبر في التيم، وبيشتغلوا عدد ساعات اطول علشان نوصل ان هم الديزاين اللي خد منك ممكن يوم او يومين يعملوه في اسبوع او اسبوعين. وده بسبب ان هو مبدئيا بيشتغل على اللوجيك، بيعرف الاول الكومبوننت ده ايه العناصر اللي فيه، المفروض تعمل ايه وتتعمل ازاي، وبعد كده يبتدي يكود ويطلع له باجز ومشاكل ويحلها عشان يوصل في الاخر ان الديزاين اللي انت عملته او الفكره اللي كانت في دماغك تتحول فعلا لحقيقه. وهنا السحر، انك يبقى عندك تول تقدر انت تفكر في اي انتراكشن، اي كومبوننت او اي اليمنت انت عايز تعمله، ومجرد ان انت تعمل الديزاين الاي اي ده هو اللي يطلع الكونتكست واللوجيك بتاعها بناء على اللي هو شافه، ويحول الديزاين بتاعك ده لحاجه فانكشنال من غير ما تحتاج تشرح له حتى الفانكشناليتي بتاعتها. دي الحاجه اللي انا متحمس ليها جدا، ولكن شاكك جدا في ان هي تشتغل صح. وعشان كده كان عندي علامات استفهام كبيره بعد ما اتفرجت على الانونسمنت بتاعتها. لكن مجرد ان هم حاطين دي في الخطه وان هم هيحاولوا يعملوها حتى لو كانت شغاله بنسبه 50% وكان فيها مشاكل بتطلع ومش مثاليه، الا ان هي خطوه ممتازه جدا. ممكن يكون من ساعه الطفره بتاعت الاي اي ما طلعت في حاجات كتيره بتحاول ان انت تديها برومبت وتعمل ابلكيشن، ان انت تديها سكرين شوت وتحاول تكودت، ولكن ان فيجما تديك دي كاداه موجوده عندك في السوفت وير اللي انت بتستخدمه عشان تعمل الافكار والديزاينز، دي خطوه جباره جدا وانا متحمس ليها، وهنشوف اللي هيحصل لما تنزل فعلا في الابلكيشن. تاني حاجة أعلنوا عنها هي فيجما سايتس. وفيجما سايتس هي تعتبر الرد بتاع فيجما على فريمر، بعد ما فريمر خد تشانك كبيرة جدا من الماركت بنسبة كبيرة بسبب ان هم خلوا الانترفيس بتاعتهم شبه فيجما. فكل الديزاينرز بتوع اليو اي اكس لقوا ان هي تول يستخدموها بسهولة وعارفينها عشان بيستخدموا فيجما، فراحوا لها. فيجما قالت انتوا هتسيبوني وتمشوا، فراحوا عاملين التول دي عندهم، وعشان كده جت فيجما سايتس. لو انت كنت من الناس اللي خدت البوت كامب بتاع فريمر او حتى شخص دخلت اتعلمته او اشتغلت عليه، ففيجما سايتس هتبقى فاهم الموضوع فيه عامل ازاي. هو نفسه بالظبط الاستراكشر بتاع فريمر، ومن الاخر كده هي نفس اليوز كيسز. فسواء بتعمل بزنس بورتفوليو او بروفايل ليك انت او لشركه، او بتعرض خدمات، او بتعمل لاندنج بيج، فهي التول المثاليه عشان تعمل ده. لان ببساطه هي بتديك الادوات اللي تخليك تعمل ديزاين مبهر جدا عشان تعرض بيانات ستاتيك مش دايناميك. ولكن في جزئين موجودين ولكن لسه ما اتطبقوش، هم اعلنوا عنهم لكن مش موجودين في الفيرجن اللي لو انت عملت ابديت لفيجما دلوقتي هتلاقيه فيه.
هتلاقي كل الفانكشناليتي بتاعت سايتس وان انت تعرف تعمل ببلش، ولكن مش موجود لسه برايسنج واضح وموديل علشان تعرف تقارنه ما بينه وما بين فريمر وتيرز مختلفه على هذا الاساس. وكمان مش موجود السي ام اس، وهي دي النقطه الاهم، لان السي ام اس هو كونتنت مانجمنت سيستم اللي انت لو عامل بورتفوليو هتحط فيه البورتفوليو بتاعك، ولو انت عامل سيرفيسز وخدمات لشركه معينه او شغل عملوه قبل كده او منتجات وخدمات بيقدموها هتحتاج السي ام اس. فاحنا مستنيين نشوف السي ام اس هيعملوه ازاي والفانكشناليتي بتاعته هتبقى شبه فريمر ولا احسن ولا مش قد كده، ونشوفه ساعتها نحكم. فكفيجما سايتس اداه ممتازه وكويس ان هم ضافوها، خصوصا ان هي بتلم الدنيا بدل ما تحتاج تعمل ديزاين على فيجما وتروح تحطه على فريمر او تشتغل على فريمر على طول. دلوقتي بقى عندك كل حاجه في فيجما، ولكن ستيل ما حطهاش ان هي حاجه تنافس ويب فلو او ووردبريس دلوقتي، لان لسه الفانكشناليتي بتاعتها مش كامله، مش كل حاجه ريليست، فاحنا مستنيين باقي الريليس. عشان كده التو فيتشرز دول بالنسبه لي كانوا اهم حاجه حصلت في الكونفرنس ده كله، ولكن اهم حاجه فيهم لسه مش موجوده وما نقدرش ان احنا نختبرها، علشان كده ما اقدرش اقول هي هتريبليس او هتبقى احسن او اروح استخدمها واسيب القديم غير لما نجربها الاول. هنتكلم عن عيوب، بس قبل ما ندخل فيها خلينا نتكلم عن فريمر والبوت كامب اللي انا عامله. هتلاقي اللينك بتاعه في اول الديسكربشن تحت، ممكن تدخل وتحجز مكانك. الراوند الجايه في اول شهر 6 واللي هتتعلم فيها تفاصيل اداه تعرف فعلا تطلع منها ويب سايتس دلوقتي بكل حاجه، من اول ايه اللي محتاج تتعلمه لان انت تشوف لايف ونتعلم في بوت كامب مع بعض وتسال الاسئله اللي عندك، نشتغل على الاداه دي ونعمل انيميشنز مبهره جدا، وفي اخر البوت كامب ده في خلال اسبوعين بس تعرف تقدم الخدمات دي وتبيعها، وكمان تعرف التسعيرة وازاي تبيعها للعميل بتاعك. فما تتأخرش علشان الأماكن محدودة، وغالبا دي هتكون آخر راوند السنة دي. اوريدي عملنا 4 قبل كده ودي ال5، فلو أنت مهتم ادخل احجز دلوقتي من اللينك اللي في الديسكربشن. يلا نرجع للفيديو. فلو احنا حبينا نقارن ما بين فيجما دلوقتي وما بين السوفت ويرز اللي موجوده زي فريمر لتصميم المواقع وان انت تعمل لها ببلش، زي ادوبي الستريتور علشان هم عملوا فيتشر اسمها ميك بتخليك تعرف ترسم، فهي دي المقارنه ما بينه وما بين فريمر. واللي هتلاحظ فيها ان في حاجات موجوده في فريمر لسه مش موجوده في الفيرجن اللي هم حطوها، ولكن اعلنوا ان هي هتكون موجوده في المستقبل. كذلك في الستريتور طبعا ده عملاق كبير جدا، محدش يقدر يدخل السوق في يوم وليله وينافسه ويعمل تول احسن من التول بتاعته، ولكن برضه هو بيديك الحاجات الريليفنت اللي انت محتاجها عندك في فيجما. وفي الاخر انا عندي شويه عيوب، ما بحبش ابدا ان انا اقول ان في حاجه كويسه بناء على وعد الشركه هي اللي عاملاه، لان الوعود دايما بيبقى بالنسبه لهم خطه بداوا فيها وشغالين وفي انجينيرز وناس شغاله على ان هي تعمل الفيتشر دي، ولكن الوعود والبرزنتيشنز اللي بيعملوها مش دايما بتكون هي الحقيقه اللي بتوصل لنا في الاخر. واكبر مثال على كده اللي حصل مع ايفون وموضوع الابل انتليجنس، واللي في الاخر طلع في شنك او فنكوش زي ما بنسميه. وتاني نقطه ان الادوات مش هي الحاجه اللي هتخليك احسن واحد في العالم. مع الثوره بتاعه الاي اي فالكونتكست هي الحاجه اللي بتفرق. عشان كده فيجما ميك الفيتشر الوحيده اللي اعلنوا عنها ولكن ما حطوش ليها اي بريفيو في الابديت الجديد، هي اهم حاجه هم اتكلموا عليها، وهي اللي بالنسبه لي فعلا مبهره ومستنيها. فاتمنى ان هي تنزل في اسرع وقت ممكن وما تكونش وعد وفي شنك وفنكوش. كل الابديتس دي تعتبر اضافه كويسه جدا لسوفت وير زي فيجما، خصوصا ان هم يعملوا اي بي او قريب، فهم محتاجين كل الناس تسقف لهم علشان السعر بتاع السهم يعلى. ولكن في الاول وفي الاخر بالنسبه لنا كديزاينرز اللي يهمنا هو ان شغلنا يبقى كويس، وان احنا نعرف نعمله، لو ما كانش زي الاول يبقى احسن، وان هم ما يعملوش شيفت كبير زي اللي عملوه قبل كده ويرجع الناس تقول الريديزاين والريفامب مش احسن حاجه وياخدوا خطوات لورا. ولكن انا شايف ان خطواتهم دلوقتي على الاقل ماشيين في اتجاه سليم، وهو ان هم يحسنوا في الطريقه اللي الناس بتستخدم الاداه فيها، مش في مجرد ان هم يحسنوا شكلها او اللاي اوتس بتاعتها. واكيد مستني اسمع منك انت رايك، ممكن تكون انت عندك معلومات فاتتني، حاجات ما خدتش بالي منها، قولها لي تحت في الكومنتس، واتمنى ان احنا نتناقش في ايه رايكم في الابديتس الجديده بتاعت فيجما. هل انت مختلف مع حاجه من اللي انا قلتها؟ وايه الحاجه اللي فعلا شدتك وانت متحمس لها وهتفرق في الشغل بتاعك؟ ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للشانل، هيبقى فيه كونتنت كتير جدا الفتره الجايه ليه علاقه بالديزاين والتك، وهعمل سيريز بتكلم فيها عن بروجكتس اللي انا اشتغلت عليها في الفتره اللي فاتت. هبقى بقى جو اوفر الديزاين اللي انا عملته، بقى انالايز كل التفاصيل وليه الخطوات اللي انا خدتها وليه القرارات اللي انا خدتها. وكمان هعمل حاجه تعتبر اول مره تتعمل على يوتيوب شانل في الوطن العربي،
وهنتكلم بكل ترانسبيرنسي ووضوح عن التسعير بتاعي وليه استخدمت التسعير ده، وكان ايه رد فعل الكلاينت، وهل ده كان شيء مرضي بالنسبه لي ولا لا. ممكن في المستقبل اندم على حاجه زي كده، لان في المجال بتاعنا مع خبرتك لما بتزيد، وكأي مجال في العالم يعني الاسعار غالبا بتزيد، وانك تحط اسعارك دلوقتي مش بتبقى احسن حاجه، ولكن الهدف منها هو تعليم ليك، مش كتسعيره لشغل انا بعمله، ولكن هيكون عرض ليك انت. علشان من اكتر المشاكل اللي كانت بتضايقني وانا ببدأ في حياتي خصوصا في المجال بتاعنا ده، ان كان دايما الناس بتبخس الاسعار، وده بسبب ان في ناس كتيره بتقدم خدمات وهي مش عارفه قيمه الحاجه اللي هي بتعملها فعلا. فاتمنى ان انا اعرف اعمل امباكت، ان انا اوضح لك فعلا قيمه الشغل اللي انت بتعمله، واللي الماركت بجد يقدر يدفعه، واللي هو بيحتاجه ليه. وكمان نقدم خدمات احسن، وده هيبقى الهدف من السيريز، انك تتعلم ازاي الباكجينج والكواليتي والتفكير اللي ورا كل لاين بتعمله في الديزاين بتاعك ممكن يدي فاليو اكبر للعميل، وبالتالي يرجع لك عائد اكبر في الاخر. فاشوفكم في السلسله بتاعت الفيديوهات دي، واشوفكم قريب. سلام.